السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو تعلم عزف المعزوفة العراقية بشكلها الجديد. راح اشرح لكم بهذا الفيديو هو كيفية عزف المعزوفة. الصوت اللي راح نستخدمه الصوت هذا الساكس، هذا هو. الإيقاع راح نستخدمه الإيقاع الهيوي، هذا الإيقاع. التشريق الخاص بالمعزوفة هي المعزوفة على مقام البيات، تشرق حرف الإي وتشرق حرف الأي، تخلون هيجي نسمعهن بالفيديو. المفاتيح تعرفوهن انتو، تخلوهن على 10، ذني هنا من هنا تخلوهن على 10، وهذا تخلونه على السي اللي هو الخيار الأول. هذا تعرفون انتو. نبدأ هسه بالشرح المعزوفة، بس أعطيكم شباب شغلة. واحد من يسوي فيديو تعليمي راح يكون مو حلو. ليش؟ لأن هو فيديو تعليمي راح يكون كله بالبطيء، بينما لو هو يعزفها راح تطلع حلوة، وهاي انتو أكيد تعرفوها. فهسه احنا نبدي نتعلم عزف المعزوفة. نبدأ هسه بالمفتاح الأول. هاي شباب انتو تسووها 6 مرات. بنهاية الفيديو راح اعزفها لكم بشكلها الطبيعي، راح تحسون الفرق والجمالية مالتها. بس انتو هسه سويتها لكم بالبطيء على مود تعرفوا شلون تسووها. هسه نكمل، ورا ما كملنا 6 مرات هاي المعزوفة هسه نكمل هاي. هسه نحول على المقطع الثاني.
هسه المقطع الآخر. هسه المقطع الآخر. هايدكم هذا المقطع بصورة أوضح. هسه المقطع الآخر وانتو تحبون أكثر شي بالمعزوفة اللي هو الرطيط رطيط. هاي شوية هي صعبة وجماليتها تكمن في سرعتها. كل ما تكون سريعة هي يعني هي تصير أجمل. هيك هي. هاي شلون تعزفوها؟ حرف المي والفاء والصول جرة واحدة جرة. شفت شلون؟ مين تكمل هاي الجرة واحدة تدوس مباشرة وراها حرف الصول مرة واحدة هيجي. هسه شلون راح اطبقها لكم؟ شفتوا؟ مرة واحدة دسته من كلمة الجرة الوحدة سويت هيجي. كملنا هسه هاي المقطع الأول، يعني من مال رطيط رطيط. كملنا المقطع الأول، هن بيهن 3 مقاطع. كملت هاي انت الجرة الوحدة ودست هاي آخر شي المرة واحدة همين تدوس حرف المي مرتين. شفتوا؟ كمية مال المي مرتين تروح على الدو هم مرتين. هسه نربط شي بشي. من كملت الدو مرتين ترجع تدوسه مرة ثالثة بس برجعه على من على المي. شفيت من رجعت؟ من ترجع على المي هم ندوس مرتين. هسه اعيدها لكم بطيء، ركزوا وياي بس اعطيكم معلومات. هنا أنا مرة واحدة مرتين دو مرتين، من يكملها دوس بعد مرة واحدة ارجع هيجي مرتين هيجي. هسه راح اعيدها لكم. شوفوا الشباب كملنا من هاي المقطوعة. هسه الموسيقى الأخرى.
هسه بقالنا مقطع واحد وهو الأجمل، المقطع الأخير. كملنا هسه احنا شباب من التعلم المعزوفة. هسه نعزفها لكم على مود تاخذون طبيعة المعزوفة شلون تعزفوها. نشغل الإيقاع هذا الإيقاع نشغله من هنا. أتمنى شباب هذا الفيديو يعجبكم، وأتمنى تستفادون من يمي وتعلمون عزف المعزوفة العراقية الجميلة. وصراحة هو اللي يعزفها يحس بسعادة كبيرة، لأن أجمل شي هي بالأورج هو معزف المعزوفة. إن شاء الله تعلموها، لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك، أنا مقصر ويا أي واحد.
دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.